سلام. الدوش بالماء بارد هو واحد العاده انتشرت بزاف مؤخرا، ولات عاده عند بزاف د الناس في الحياه ديالهم. ولكن هادشي ماشي جديد، الاف السنين والعلاج بالماء بارد كاين. وغنشوفوا القران الكريم شنو قال في هذا الموضوع، وحتى العلماء شنو قالوا عليه في هذا الفيديو. في هذا الفيديو غنشوفوا شنو الفوائد ديال الماء بارد، وحتى امتى ما خاصكش تدوش بالماء بارد، واش بصح كيأثر على الخصوبه عند الرجال والنساء. قبل ما نهضروا على الفوائد ديالو خاصك تدوش بالماء بارد وتحدى الخوف اللي عندك من شي حاجه جديده اللي غادي تخرجك من منطقه الراحه اللي انت فيها، البلاصه اللي كتخاف تخرج منها وما كتخليكش تجرب شي حاجه جديده. اذا الدوش بالماء بارد هو ماشي شي حاجه اللي زوينه في الاول، غادي تجيك صعيبه بزاف، ولكن غادي تكون بديتي تخرج من منطقه الراحه اللي انت فيها. وهاد منطقه الراحه كيخرجوا منها غير 20% من الناس اللي كاينين في هذه الكره الارضيه، و80% الاخرين كيبقاو فيها. حنا ديما كنسمعوا باللي الا دوشتي بالماء بارد غادي يضربك البرد، ولكن الدراسات اللي داروا في هذا الموضوع كيقولوا عكس هذه الهضره. الا في بعض الحالات اللي هما قلال، الا كنتي سخون تسنى حتى تبرد، والا كنتي مريض بالقلب او الحساسيه، في هذه الحاله خصك تستشير بعض الطبيب ديالك. ودابا غادي نهضروا شويه على شنو غيوقع للجسم ديالك مورا 2 سيمانات ديال تدواش بالماء بارد. اول حاجه غادي تولف تدوش به، وما غاديش يبقى يجيك البرد، بحال دوك الناس اللي كيفيقوا مع الخبطه الصباح وملي كتسولو كيفاش كيدير ليها كيقول لك ولفت. اذا هي غير عاده. على حسب بعض الدراسات، الا دوشتي بالماء بارد غادي تحس بواحد الاحساس زوين بزاف، وتحس براسك فرحان، واخا تكون في فتره الامتحانات ولا عندك الخدمه بزاف، او لا كنتي كدوز بشي فتره صعيبه في حياتك. غادي ترتاح وتكالما، وغادي تحس باللي وليتي قادر دير بزاف د الحوايج اللي ما كنتيش قادر ديرهم، حيت الانرجي ديالك كتسالي دغيا. ونزيدك الا كنتي ديما مريض بالرواح وسخانه، فالماء بارد غادي ينفعك بزاف. هو كيعاون الجسم بتعزيز المناعه، حيت كيزيد من انتاج كريات الدم البيضاء اللي كتحارب الامراض. ودابا ندوزو الاهم بارت في الفيديو، اللي هي واش بصح الماء سخون كيأثر على الخصوبه عند الرجال والنساء. يا سيدي، بعض الدراسات اللي داروا على هذا الموضوع هذا كيقولوا باللي التعرض المتكرر للماء سخون كيساهم في تقليل الخصوبه عند الجنسين بجوج، وهذا يقدر يكون سبب من الاسباب اللي يخليك تصاب بالعقم. ودابا نشوفوا كيفاش ندوشوا بالماء بارد. الطريقه الاولى هي تبدا تبرد راسك. هو الاول، اول حاجه تغسل وجهك بالماء بارد، دير شويه الماء لراسك، موراها تبقى تبرد الجسم ديالك بشويه بشويه حتى يولف. بعد 2 سيمانات ما غاديش تبقى تحس بالبرد واخا تجي وتكب عليك الماء بارد. الطريقه الثانيه اللي ما كنصحش بها واللي هي تجي وتدخل تحت الماء، غادي تجيك صعيبه في الاول، ولكن مع الوقت غادي يولي يجيك الماء بارد شي حاجه عاديه. واحسن حاجه نختم بها الفيديو اللي هي قصه سيدنا ايوب، اللي قال لي الله في القران الكريم فاش بغى يشافيه بعد سنين من المرض. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك